السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. كل واحده راهي تشوفي هذا الفيديو ان شاء الله تكوني بصحه جيده وعافيه يا ربي. كما وعدتكم قلت لكم غادي ندير معكم جو دورانج. شوفوا موسم الفواكه نستغلوه دائما كي تكون فاكهه موسميه كما دروك تشينا راها بزاف، البرتقال راه متوفر في الاسواق بزاف. غادي ندير معكم ان جو شباب هكا صحي باش ما تشربوش عصائر تاع برا الشيرات، باسكو العصائر تاع برا والله ما ملاح ويعني ماشي ملاح للصحه تاع ولادنا وكاع. هكا نديروا حاجه نقيه في الدار ونطيبوها ناتوريل وكاع. اش غادي نحتاجو في الوصفه الشيرات؟ شوفوا اش عندي. انا غادي ندير هنايا جو تاع زروديه والتشينا برتقال. شوفوا اش عندي الشيرات. عندي 2 حبات تاع زروديه، غادي نقيهم مليح، نقلع لهم كاع ديك القشره تاعهم ومن بعد نغسلهم مليح مليح من هذيك الرمله وكاع كيما راكم تشوفوا. ابري غادي نقطعهم دي غونديل صغار، ندير كاسرونه. دوك تشوفوا معايا طريقه غير بشويه شيرات ايا ونغليهم في الماء. دوك تشوفوا اش غادي ندير. هذه الوصفه تاع الجو بزاف شابه وتجي طبيعيه، ما فيها لا منكهات لا ملونات لا والو. شوفوا درتها دي غونديل كيما هكا صغيره بعد ما كنت شللتها غسلتها مليح مليح. دوك تشوف هكا الشيرات نقطعها كامل. شوفوا هنا الكميه كل وحده دير شابغات. انا بغيت ندير يعني غير تاع لتر ونص هكا، جاتني حوالي لتر ونص هكا ولا لتر ونص شيرات، هذيك هي. دونك اللي تبغي تضاعف الكميه تضاعف. هيا شوفوا الشيرات بعد ما قطعت الزروديه جبت سكرفاج وغادي نسكرفج القشره تاع البرتقال. تبعوا معايا مليح، غير القشره هذيك البرتقاليه الشيرات برك هذا ما كان. شوفوا هاني وريت لكم كيفاش ديروا. راح نجيب حوالي شوفوا لتر الى نص لتر تاع الماء. دوك تشوف خليت هذيك تشينا على جهه، دوك كاع نعصرها وجبت هنايا قلت لكم نص لتر. شوفوا هنا الشيرات انا كثرت الماء بزياده. هنايا ماذا بيكم ديروا غير نص على حسب زروديه برك، انا كثرت وعاود نقصت. سما ديروا غير نص لتر برك هذا ما كان، باسكو غادي نعصروا البرتقال وكاع سما تجينا هذيك هي. هاي دوك تشوفوا نقص غادي نخليها تغلي. شوفوا الشيرات ما تفوتوش 5 دقائق، باسكو اذا فتوا 5 دقائق غادي تولي تعطينا يعني بنه ماشي مليحه الزروديه. خلوها قلت لكم الشيرات لا بغات تقعد كيما هكا شويه شويه قاصحه زروديه عادي البنات، باسكو غادي تميكسوها. راكم فاهمين كيفاه؟ سما هنايا شغل زروديه ما طيبوهاش اكثر من 5 دقائق. هاني قلت لكم الوصفه كيفاش. جبت هنايا غادي نعصر قلت لكم هذوك 3 حبات تاع زرود تاع البرتقال. وهنايا بعد ما غليت لي شوفوا غادي نميكسيها مليح مليح حتى تميكسها هذيك الزروديه غايه. ابري نزيد لها العصير تاع البرتقال. هايلا كيما راكم تشوفوا الشيرات. شوفوا هنا صفيتها. شوفوا اش غادي ندير. جبت زير كيما راكم تلاحظوا معايا، صفيت هذيك الزروديه مليح مليح باش القشره تاعها ما تقعدش كيما تعرفوا، وهذيك القشره تاع البرتقال وكاع. هاهي الشيرات غادي نزيد عليها الماء. قلت لكم نص لتر ديروها غلوا بها الماء، والنص لتر اللي تبقى زيدوها في الزروديه كي تغلي. هاني زدت هذاك عصير البرتقال تاع 3 حبات. وهنايا جبت ياغورت فورت هذا مليح تاع لي فريز. شوف الشيرات الياغورت زعما تبغوا ما ديروش، انا درت غير على جال النكهه برك هذا ما كان. يعني تبغوا تستبدلوه بياغورت ناتور تبغوا ما ديروش كاع ما ديروش. السكر درت حوالي 2 مغارف ولا 3، ما بغيتش نكثر لها بزاف الحلاوه. كيما تعرفوا الشيرات مازلت انا ريجيم، بغيت ندير هكا عصير برتقالي نشربه مع الصباح ولا هكا مفيد للصحه وكاع. قلت لكم هكا باش نشربوا يعني عصائر مفيده بزاف. وكما يقول واحد ما نشربوش العصائر اللي ماشي مليحه تاع برا. كيما تعرفوا حاجه كاع تاع برا ماشي مليحه الشيرات. هاي لا قلت لكم درت 3 مغارف ولا المهم 3 مغارف 3 ولا 4 ولا 5 كيما تبغوا على حسب الحلاوه اللي تبغوها نتوما. هاي الشيرات
شوف خلط مليح ودقعت لي هذاك الياغورت هكا شويه باين. اش غادي ندير؟ غادي نعاود نجيب ميكسور، نعاود نميكسيها مليح مليح ونصفيها للمره الثانيه هكا باش تكون شغل الجو تاعنا يكون هكا شغل ما فيش هذوك حبيبات، ولا باسكو كاين دراري ما يبغوش حبيبات بزاف. ها هنا غادي نميكسيه نخليه يبرد شيرات يقدم بارد. ها هنا شوفوا انا ما درتش ليكستري بزاف، يعني ما درتش ثقيل بزاف، درت هكا شويه خفيف عادي، المهم كيما العصائر اللي نشروهم برا كيما راكم تشوفوا. ونتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتهلاو في رواحكم، وفي فيديو قادم ان شاء الله.